ظلم تحكيمي واضح للنادي الاهلي. يعني انا مش فاهمه احنا نستنى اكتر من كده. يعني الحكم والفار النهارده الاهلي ليه ضربه جزاء من جميع الزوايا، ضربه جزاء. الحكم النهارده والفار عاملين نفسهم من بنها. الفار استدعى الحكم عشان يلبسوا الليله، فالحكم قال لك لا مش ضربه جزاء. دي مش ضربه جزاء. يعني المدافع عامل ايده كده، هيستنى اكتر من كده؟ يعني هو احنا بنلعب فولي ولا بنلعب باسكت ولا بنلعب ايه؟ انا مش فاهمه بجد، انا مش فاهمه والله العظيم، انا ما فاهمه ايه اللي بيحصل. تحس بصوا انا هقول لكم اللي بيحصل. تحس ان هم عايزين يدوا الدوري لنادي معين السنه دي بالذات. لو انتوا عايزين تدوا الدوري لنادي معين قولوا، فاحنا نمشي ننسحب. اصل الليله دي ليه؟ الحكم النهارده ظالم، انت ظالم. وبعدين كلنا عارفين بجد كلنا عارفين، عشان نكون صراحه، احنا في ماتشات حساسه. اخر 5 ماتشات دول حساسين، ماتشات حساسه. فخلاص يعني الغلطه بفوره، وانت عندك فار وعندك حكم، فمعنى ان انت كل ده مش شايف، يبقى دي مقصوده لصالح مين بقى انا معرفش، بس هي مقصوده. الحكم النهارده افترى على النادي الاهلي، افترى. ضربه جزاء واضحه يعني الاعمى هيشوفها. يعني انا مش فاهمه ايه لمصلحه مين ده، انا مش فاهماه. انا النهارده اتحرق دمي والله العظيم، اتحرق دمي. انا بجد عايزه اقول لهم حاجه. لو انتوا لو بجد لو الدوري ده موجه لنادي معين السنه دي فيها لعيب كتير قوي السنه دي، قول، فاحنا نمشي. الجمهور النهارده من الثانيه الاولى عمال يشجع ومحروق دمه. والله العظيم بجد انا ما فاهمه ايه اللي بيحصل. تحس النهارده ان الجمهور ما قعدش والله ما قعد. بصوا احنا تحكيميا اتظلمنا، بس دي اول نقطه. انا محروق دمي بس من التحكيم جدا جدا جدا. فنيا احنا وحشين النهارده. كل لعيب بيلعب لوحده. بصوا يا جماعه، احنا جينا اتكلمنا مثلا عن شوبير الملك بتاعنا. شوبير ملك الليله، الملك. انت فاشل. اللي هيقول لي هو من ماتش واحد تقول لي انت فاشل؟ انت فاشل. احنا في ماتشات حساسه، بصوا يا جماعه، بس عشان انا بفقد اعصابي في الماتشات دي. احنا اصلا في ماتشات حساسه. فشوبير بص يا حبيبي، انت مش قادر على الماتشات الحساسه دي، اركن. لو الشناوي كان واقف وراك كنا جلدناه عشان بس انا عارفه اللي كان هيحصل لو كان الشناوي. ده الشناوي هو السبب. ده الشناوي لو كان مد ايده اصلا بايد مقطوعه. مش بالكلام ده اتقال على السوشيال ميديا، مع ان الشناوي يا مشل. دمي محروق والله وعماله كوحه بجد. بجد شوبير انت بتعمل ايه؟ انا بسالك سؤال، انت بتعمل ايه؟ الكره يا حبيبي انت وبعدين عندي مشكله، انت بتصد الكره بعد ما دخلت. اساسا الحكم مش هيشوفها ولا الفار هيشوفها ولا الناس هتشوفها. بص صدق جديده النهارده بجد والله. شوبير النهارده صدق انا مش شفتهاش في حياتي. انت بتوريني العجب. شوبير مش بتاع الماتشات الحساسه. شوبير انت لسه عايز تجرب، انت عندك 27 سنه وستيل عايز تجرب، واحنا ما عندناش طقطان، احنا خرجنا من كل البطولات. ده الدوري اخر امل عشان بس نكون صراحه، اخر امل لينا، اخر امل للنادي الاهلي. لما هيخرج بموسم صفري بس كده. موسم صفري. فمش ناقصاك، مش ناقصه خزعبلاتك دي. انت ما جاتلكش كور النهارده الا الكوره دي. طب والله العظيم المعلق نفسه قالها، مصطفى شوبير لم يختبر، ما جالوش كور. فانت يا مصطفى انت حرق دمي، انت حرقت دمي النهارده. فانا مش عايز اشوفك بقيه الماتشات. هتقولي هتحكم من ماتش واحد. بصوا يا جماعه، الغلطه في الماتشات اللي جايه بفوره. على فكره النهارده كل لعيب خالص مصطفى شوبير يستروب ده حوار. يستروب ده انا عارفه من الاول ان هو ميكانيكي، نركع على جنب يستروب خليه في الاخر. النهارده كل لعيب بيلعب مع نفسه. بصوا يا جماعه، لو جينا مسكنا مثلا تريزيجيه هو حلو لوحده، بس مع الفرقه لا، مع كتيم لا. بصوا النهارده كل لعيب حلو لوحده الا من رحم ربي. زيزو كده بره التشكيل يا حبيبي. اللي بيلعب زيزو ده ظلمنا، يعني احنا الاثنين مظلومين سوا، بس يعني الرحمه. احنا النهارده لعبنا زي الزفت كجماعه. لو كل واحد لوحده هنبقى حلوين. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما اعرفش. هقول لك تقريبا النهارده كل لعيب فاكر نفسه لما يجيب جون هو يبقى هيروح يعمل الجماهير كده، هيحيي الجماهير فوق بقى كده. والله العظيم لعبه جماعيه، ولما اتعادلتوا كلكم اسمها اتعادلتوا، النادي الاهلي اتعادل، لكن انتوا من غير، يعني انتوا لوحدكم مالكوش صيت.
ارجع واقول لكم ماتش زباله زي الزفت، تحكيم ظالم، اتحرق دمي اتحرق دمي اتحرق دمي. زيزو المفروض ما نشوفوش تاني بجد والله. زيزو انت ما عملتش موسم صفري على قد ما انت جبت لنا جلطه، يعني جلطه. يستروب يتشحن على اقرب طياره، اقرب طياره بسرعه والله العظيم، اسمعوا مني بسرعه. شوبير حرق دمي، ما يستحقش يقف في الماتشات اللي جايه، لان انا بقيت ملاحظه ان شوبير مهما بيغلط بيقف. الشناوي كان بيغلط كان بيتجلد، كنا بنجلد الشناوي يا جماعه، احنا ما بقيناش بنجلد شوبير. ليه؟ مش عارفه ليه والله. وليه ما حدش بيتكلم عنه في الاعلام؟ يعني ليه هو بيحرق دمنا ما حدش بيتكلم عنه في الاعلام، مع ان شوبير كان ممسوك رايح جاي؟ يعني ايه جماعه؟ احنا محتاجين بجد ناس مركزه. احنا بصوا اقول لكم حاجه، احنا نازلين مركز رابع. سيراميكا لو فازت الماتشات اللي جايه وعندها ماتشات سهله هتنط واحنا هنقع، والزمالك بيكسب وبيراميدز بيكسب، فاحنا مركز رابع. كونفدراليه باذن الله عشان طلعنا على الزمالك، طلعنا على الزمالك. احنا متنمرين، فربنا يهدينا. اسمعوا، اللي بيتنمر ربنا بيديه، دي قاعده انا ماشيه في حياتي. احنا اتنمرنا على الزمالك، اتنمرنا، فخلاص يعني خلاص. انا بقيت حاسه ان الزمالك في اسوأ الظروف احسن مننا. انا بقيت حاسه ان انا عايزه اقول بجد، انا بجد مكسوفه، يعني مش مكسوفه، زعلانه وانا بقولها، زعلانه ان احنا المفروض نتعلم من الزمالك ان هو وسط الظروف الصعبه قادر يكمل. يعني احنا عندنا ظروف سهله، عندنا لعيبه تاخد فلوس قد كده، مدرب بياخد فلوس قد كده، مفيش اي حاجه بتتغير. احنا بنخسر بننهار. زيزو خرب بيتنا. امام عاشور النهارده كل خبطه بيقع، عايزه اسميها عيوطه. فكرني بالعيال واحنا صغيرين وكان حد يلمس حد، كان في نوع عيال كده. امام عاشور عايز كل خبطه حد يديه. طبعا في لعيبه كده حرق دم. على فكره إليو ديانج النهارده غلط، الكره اتقطعت منه في البدايه بتاعت الجون، بس ارجع اقول لك إليو ديانج شال ماتشات، بس شوبير انت مالكش عندي رصيد. بصوا يا جماعه، اللي هيغلط الفتره اللي جايه دي ومالوش رصيد مش هبقى مستحملاه. لازم يبقى ليك رصيد تاخد منه. ما هو الانسان كده على فكره، انت في حياتك هتبقى محتاج حد ليه رصيد عشان يستنزف منك. لو مالوش رصيد مش هتستحمله. هستحملك ليه وانت عملت لي عشان استحملك؟ احنا في حته بنعمل كده، بس بلاش العاطفه والنبي مع مصطفى شوبير. مصطفى شوبير حرق دمي. بس على كده ماتش زي الزفت، احنا هنلعب كونفدراليه. انا ضغطي عالي والله العظيم النهارده. ستوب على كده ماتش لا اتمنى حد يشوف الالات ده اعدائي حتى.